صباح الخير عليكم، الخير في الله، وان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحه جيده. وقبل ما نبدا الفيديو حبيت نرحب بكل المشتركين سواء القدم او الجدد اللي تلحقوا بالقناه، ونقول لكم يعطيكم الصحه اللي لحقتوني انكا، راني فرحانه بزاف وان شاء الله يعجبكم محتوى القناه. اذا الوصفه تاعنا اليوم هي وصفه كيك المحلات. اذا عندنا 3 حبات بيض، عندنا مبشور حبه برتقال ومبشور 2 حبه ليمون، يعني الا ما عندكمش برتقال ولا ليمون ممكن نديروا الفانيليا. عندنا 2 اكياس خميره كيميائيه، عندنا شويه تاع زبيب يعني هذا اختياري فاكولتاتيف. عندنا كذلك انا درت نصف كاس سكر، يعني ما نكثروش السكر فيه. عندنا كاس زيت اللي فيه 300 مليلتر، يعني الكاس هذا ياخذ 300 مليلتر، وخليط اسبوع واحد، يعني ما بعطوش كامل. وعندنا كذلك الفارينه بيان سور، وعندنا ملعقه تاع عسل وملعقه تاع زبده، يعني نذوبوهم ونضيفوهم في الاخير للكيكه تاعنا. وبيان سور عندنا كاس حليب تاع 300 مليلتر، يعني ما صورتوش فقط. اذا نبداو مباشره في الوصفه تاعنا. كما راكم تشوفوا حطيت 3 حبات بيض مع السكر، دوك نضربهم لمده من 7 الى 10 دقائق. لازم يعني هذا الخليط يكون مضرب جيدا. بعد ما ضربت الخليط تاعنا مده 10 دقائق نضيف الزيت، نضيفها تدريجيا. من بعد الزيت نضيف كاس حليب، والخليط اللي نتحصلوا عليه بعد ما نضيفوا السوائل. ودروك ندير مبشور حبه برتقال و2 حبات ليمون اللي ممكن تعوضوهم بالفانيليا. كما راكم تشوفوا راني ضفت المبشور، نضيف عليه مباشره 2 كؤوس، يعني نفس الكيله، 2 كؤوس ونصف من الفرينه نغربلها. ونضيف 2 اكياس من خميره الكيميائيه، فوالا، ونغربلها ونخلط الكل. هذا نخلط مليح غير بالعقل. هذا هو الخليط اللي نتحصلوا عليه، فوالا. كميه تاع زبيب قلت لكم يبقى اختياري. في الاخير نضيفوا ملعقه تاع مارغرين وملعقه تاع العسل اللي ذوبناهم، يعني في الاخير، فوالا. ونخلطوا جيدا. الخليط النهائي اللي نتحصلوا عليه، فوالا. مولا كيك يكون كبير دهنتو بالمارغرين، يعني دهنوه بالمارغرين ولا بالزيت كما تحبوا، ونحط فيه الخليط تاعنا. هذه هي النتيجه كما راكم تشوفوا. ونحطوه مباشره في الفرن على 180 درجه لمده من 45 الى ساعه، يعني بعد ما تحطوه موس ولا ان كوردون كي يخرج لكم نقي، يعني نحو خلاص يكون طايب. راكم تشوفوا الكيك تاعنا راهو طاب، يعني ما شاء الله، خذ تحميره بزاف شابه. ودروك نخليه يبرد، من بعد نزينو، يعني طريقه التزيين تبقى ليكم. من بعد نقطع لكم يعني مورسو منه وتشوفوا النتيجه النهائيه. راكم تشوفوا يا البنات، هذه هي نتيجه الكيك تاعنا بعد ما طاب، بعد ما زينتو، يعني تزيين بسيط فقط، درت له شويه مربى وشويه كاوكاو من الفوق، فوالا، يعني ما شاء الله. فوالا جا بزاف شباب. دوك نقطع لكم مورسو منه وتشوفوا النتيجه النهائيه. اذا هذه هي النتيجه تاع الكيك تاعنا. كما راكم تشوفوا راني حليته وهو حامي، يعني جا بزاف شباب، يعني اللوكو تاعو هايل. ان شاء الله تجربوا الوصفه. ما تنساوش دعمونا بلايك والاشتراك في القناه، وشكرا.